أهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى عدد جديد من برنامج نيوز ميكر. بعد سنة كاملة من ظهور أول حالة لفيروس كوفيد-19 الذي غير كثيرا من المفاهيم، لا تزال البشرية تفقد مئات الأرواح يوميا، في وقت لا يزال فيه السؤال الأكبر: متى يتخلص العالم من هذه الجائحة؟ وسط ظهور بصيص من الأمل باكتشاف لقاحات وبداية عمليات التطعيم الجماعي في عدد من الدول، نسأل عن أبرز تحديات توزيع اللقاحات مع ضيفتنا لعدد اليوم من برنامج نيوز ميكر المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس. سيدة مارغريت، أرحب بك على شاشة أرتي، وأبدأ معك بالسؤال حول هذه الأرقام المسجلة لحد الآن بعد أن تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 1.5 مليون وفاة، وأذكر أيضا بأرقام الإصابات المسجلة التي فاقت 67 مليون إصابة. كيف تقيمون انتشار الفيروس ونحن نشهد موجته الثانية؟ Well, certainly this is quite a tricky virus because we find that some people don't infect other people at all, but some people may grow a lot of virus in their mouth and nose, and they can infect quite a lot of people. يصبحون يمكن أن يعدوا أعدادا كبيرة من الناس دون أن يشعروا، وناس آخرون لا يعدون أحدا. لذلك من الأهمية بمكان المحافظة على التباعد، وكذلك استخدام الأقنعة والابتعاد عن أماكن تجمع الناس أو أماكن ذات التهوية السيئة. فلا أحد يعرف أين يمكن أن تلتقط العدوى أو أن تعدي الآخرين. كذلك هام جدا أن تبقى في البيت، فإذا طلب إليك أن تبقى في البيت ابقى هناك ولا تخرق الحجر الصحي، فذلك لكي تحمي الناس الذين تحبهم ولكي تحمي مجتمعك. يجب أن نوقف الانتشار، وهذا ما يحدث في كثير من البلدان. طيب، هل نفهم من هذا الكلام أن المسؤول الأول عن المزيد من انتشار الفيروس هو عدم التجاوب مع التدابير الوقائية، أم أن الحكومات وأيضا المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية تتحمل جزءا من المسؤولية، وهذه الانتقادات وجهت إليها في التعامل أو سوء التعامل مع انتشار الفيروس في موجته الأولى؟ كل واحد منا، كل شخص في هذا الكوكب له دور. كل واحد عليه أن يدعم جميع الناس الآخرين لأن نقوم بواجبنا. فالحكومات عليها to make sure that they can do that, to make sure they have the food and the supplies. Of course, for organizations like us, it's our job to collect all the information, to work with all the scientists to understand. لنا عمل أن نجمع المعلومات لنفهم أكثر حول الفيروس ولنساعد على مكافحة الفيروس، وهذا ما تفعله منظمتنا الآن. لم يعد لدينا عوز في الاختبارات، لذا نستطيع أن نتابع الفيروس، وكذلك نتطلع لظهور لقاحات ناجعة لتحمينا من هناك، ولكن لن يكون هناك أمر واحد مفيد لجميع هذه الأمور. يجب أن نقوم بجميع هذه الأمور سوية. طيب، سنتحدث عن اللقاحات وعن إمكانية نجاحها وأيضا طرق التعامل معها وغيرها من التفاصيل لاحقا، لكن أود أن أركز معك عما تحدثت به السيدة مارغريت عن جمع المعلومات. وهناك من يعتمد في إطلاق أحكام على الفيروس الحالي كوفيد-19 من خلال تجارب سابقة مرت بها البشرية، منها ربما المقارنة بالإنفلونزا الإسبانية مع حفظ الفارق إلى ما توصل إليه العلم بعد 100 عام من انتشار هذه الإنفلونزا، وأيضا الأرقام الكبيرة التي سجلت لعدد الوفيات في تلك الحقبة. هل تصح هذه المقارنة، وهل يمكن إن صحت هذه المقارنة الحديث عن موجة ثالثة أخف ستعيشها البشرية من هذا الفيروس؟
من المهم أن نتعلم من الجوائح السابقة، لكن يجب أن ندرك كذلك فكل جائحة منها مختلفة. ففيروس الإنفلونزا الذي سبب جائحة الإنفلونزا الإسبانية تصرفه مختلف كثيرا عن فيروس كورونا. هناك بعض أوجه الشبه أنها فيروسات تنفسية وتنتشر عن طريق الفم والأنف والأعين، فهناك أيضا فروق كثيرة. فالانتقال يجري من خلال ما نسميه بعناقيد. بعض الناس لا تنقل الفيروس، أما هناك آخرون ينشرونه إلى مجموعات كبرى من الناس حولهم. لذلك قد يبقى هناك هدوء في المجتمع لفترة ثم يحدث انفجار. كما يجب أن نضمن كذلك ما يجب أن يفعل لنتعرض أقل ما يمكن. لذلك نحاول اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف انتشار هذا الفيروس. نعم، الواضح دكتورة مارغريت أنه بعد سنة من ظهور أول حالة أو أزيد من سنة تجمعت الكثير من المعلومات تحديدا بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية التي عايشت الفيروس منذ بدايته، لكن مع ذلك هذا لا ينفي ربما التصريحات المضادة التي صدرت من ذات المنظمة العالمية، وهو ما تسبب ربما بفقدان بعض الثقة فيها. هل تعتقدين دكتورة مارغريت أن منظمة الصحة العالمية استرجعت هذه الثقة أم أن هذه الأزمة لا تزال مستمرة؟ نحن منظمة علمية محايدة، وبالطبع نحظى بنصيبنا من الانتقادات. نحن نحاول أن نتجنب تسييس الاستجابة ونطلب أن تترك السياسة جانبا. إنها معركة البشرية ضد الفيروس، ونحن كمنظمة علمية. وطبعا قد يكون صعبا علينا عندما نسمع الانتقاد، ولكن وظيفتنا أو مهمتنا هو إيجاد الحلول. نطلب من العالم أن يعمل بتضامن إذا نريد أن نحسم هذه المعركة. أعرف أننا سنرى أن العلم سيجد الحلول، ويبقى علينا أن نتضامن. جميل. وهذه النبرة الإيجابية التي تتحدثين بها دكتورة مارغريت ظهرت أيضا على آخر تصريحات لرئيس منظمة الصحة العالمية، وتحدث عن بداية النور في آخر النفق المظلم. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التفاؤل مقاربا للواقع، خصوصا وأننا نتحدث عن بروز العديد من اللقاحات في عدد من دول العالم وبداية التطعيم الجماعي في دول من بينها روسيا؟ إننا في لحظة حاسمة نشهد بداية التلقيح في العديد من البلدان، والآن حان الوقت للتبادل. العلماء بدأوا تقديم نتائجهم لنا. يجب أن نضمن أن كل شخص في العالم له إمكانية الوصول إلى هذا اللقاح. لا يمكن حماية بلد واحد، فنحن جميعا مترابطون واقتصاداتنا مترابطة، ولا يمكن أن ينجح أي بلد بمفرده في مكافحة الفيروس. ولذلك فأمر حاسم أن نتقاسم اللقاح في كل العالم، وهذا من مهامنا نحن. فلدينا أكثر من 190 بلدا في العالم، وقد وافق أغلب البلدان أن يعملوا سوية لضمان إمكانية تقديم اللقاح لجميع الدول الموجودة عندما يبدأ إنتاجه صناعيا.
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أيضا عن مقترح إثراء النقاش بما يخص اللقاحات من خلال منتدى عالمي. إلى أي مدى يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تدفع بهذا الاتجاه، أي أن تجمع ما بين الدول العديدة التي طورت لقاحات لحد الآن، بما أن الهدف واحد وهو إنقاذ البشرية من هذه الجائحة؟ That's correct. And that's exactly what our role is. صحيح. وهذا تماما دورنا. يسرنا أن نعمل في منظمة تدعم تعدد الأطراف. نحن جميع العمل تعمل سوية، وبذلك نستطيع أن نصل إلى حل في تدبير السلامة. آمل أن السنة القادمة 2021 تبين كيف ما يمكن أن ننجزه إذا عملنا سوية، وسيضرب مثالا للسنوات القادمة. إذا عملنا سوية يمكننا أن نحل جميع المشاكل. مع ذلك دكتورة مارغريت، هناك العديد من المحللين الذين يتحدثون عن نزعة قومية في تسويق اللقاح أو إنتاجه، وحديث عن أن كل دولة ستكتفي بما توصلت إليه علميا وتتجاهل اللقاحات الأخرى. إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على جهود توزيع اللقاح في كل دول العالم؟ طبعا نحن قلقون حول النزعة القومية في التلقيح منذ فترة زمنية طويلة، ولذلك سنعمل خلال تطوير هذه اللقاحات. سنحاول أن نعمل مع البلدان لتنضم إلينا في جهودنا ليمكن إجراء التلقيح في جميع البلدان بصرف النظر سواء كان لهذه البلدان مقاربة نزعة قومية أم لا. طيب دكتورة مارغريت، دعينا نتحدث بتفاصيل تقنية أكثر حتى يفهم المشاهد كيف تتعامل منظمة الصحة العالمية مع هذه اللقاحات، وكيف ترى أنها لقاحات ناجعة وتعترف بها. ما هي الآليات التي تعمل بها اللقاحات المسجلة لحد الآن، وما هي نظرتكم إليها؟ لماذا تتفائلون بها؟ Okay, so every country in the world كل بلد في العالم يجب أن يقر استخدام اللقاح ضمن حدوده. هذا من قواعد السيادة. وطبعا بعض البلدان قد لا يكون لديها إمكانية لتقييم اللقاح، لذلك أنشأنا آلية تستخدم في حالات الطوارئ. فنحن ندرس الدراسات التي أجريت وننظر في نجاعتها، ننظر في سلامتها، فما إذا كانت تحقق معايير السلامة وأن تحقق كذلك معايير الجودة. متى حقق لقاح ما هذه المعايير يمكن أن نضمه إلى قائمة الاستخدام الطارئ، وبذلك تستطيع أي بلد في العالم أن ينظر إلى هذه القائمة وأن يقر استخدام اللقاحات في بلدهم، أو أن يفرضوا معايير إضافية إليها. لذلك فنحن نساعد البلدان على الوصول إلى اللقاح بأسرع وقت ممكن، وهذا يعني أنه يحقق جميع مقاييس السلامة والنجاعة والجودة. طيب، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم لحد الآن بخصوص اللقاحات التي بدأ استعمالها في العديد من الدول، وأخص هنا بالذكر اللقاح الروسي سبوتنيك في، وأيضا اللقاح الصيني واللقاح الأمريكي الألماني المشترك؟ هذه المجموعات كلها نحن نعمل معهم ونطلب منهم البيانات ليتسنى لنا تقييمها وأن نضمها إلى نظامنا للاستخدام الطارئ. حتى الآن لم نحصل على بيانات كاملة عن أي لقاح من هذه اللقاحات، لكننا نتوقع أن تكتمل هذه البيانات ونتخذ القرارات في الشهر القادم أو نحو ذلك.
طيب هناك حديث عن أن هذه اللقاحات يمكن أن تكون دورية، مثلا يعاد التلقيح بعد 6 أشهر أو ربما بعد سنة، وذلك لأن الأجسام المضادة لا يمكن أن تعيش لفترة أطول من هذه. هل يمكن التفاؤل بهذا أم أنه ربما معيار غير جيد، حتى لا أقول أنه سلبي؟ وهل يعني مثلا أننا يمكن أن نستخدم هذه اللقاحات تماما مثل الإنفلونزا الموسمية؟ سيدة مارغريت، تسمعينني؟ I will start talking. I missed the last part of the question. I can hear you now. Can you hear me? نعم، أنا في الاستماع. Okay. So this is a very good question and a very good point. إنه سؤال ونقطة هامة جدا. أن الأمور الحاسمة التي يجب أن نفهمها أننا نحن كمنظمة الصحة العالمية يجب أن نضمن اللقاح لجميع الناس، وأن نستمر في دراسات لقياس مستويات الأضداد الموجودة لنعرف مدة الوقاية، وإن كان هناك ضرورة لجرعات داعمة. ولكن الأمر الهام أيضا أن الناس الذين يلقحون أولا هم الأكثر الذين يتعرضون للخطر الأعظم إذا مرضوا، أو الذين لديهم خطر إصابة أعلى. فإذا استطعنا حماية هؤلاء سنخفض الضغط على النظام الصحي ونخفض عدد الناس المصابين، وهذا يقدمنا في معركتنا. مع استمرار عمليات التطعيم دكتورة مارغريت في العديد من الدول والتأكد من سلامة اللقاحات على الأقل ثم نجاحها في وقت لاحق، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة يكون فيها اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 لقاحا إجباريا برأيك؟ So we generally advise not to make it mandatory. It's much better if people نحن ننصح بأن لا تكون اللقاحات إلزامية. نفضل أن يفهم الناس لماذا ينصح بأخذ هذا اللقاح، وذلك يجب أن تقدم لهم المعلومات كاملة. الأفضل أن يرغب الناس بأنفسهم أن يتلقحوا. إذا كان النظام إجباريا يصعب أن تضمن أن يلقح الجميع، فالناس قد يرتعبوا ولا سبب للخوف. بحالتنا فيما يخص السلامة علينا أن نتابع باستمرار جميع الجمهورات، وحتى الآن لم نرى أي إشارات إلى الخطر من التلقيح. جميل، على الأقل لحد الآن هذا شيء مبشر. سلامة اللقاحات التي تستعمل أو بدأ استعمالها إلى غاية الآن. دعيني أتحدث عن التحدي الأكبر الذي تواجهه منظمة الصحة العالمية والتي تتحدث عنه في كل مرة، وهو توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة. ما هي خططكم بهذا الخصوص، ونحن نتحدث عن أن الدول التي اكتشفت اللقاحات لحد الآن لم تغطي كامل ترابها إلى غاية الآن؟ Yes, it's a very good question again, and this is the reason we set up. سؤال آخر جيد جدا. نحن لدينا نظام خاص لهذا الغرض، وهذا هو مثال آخر على تلاحم البشرية. فالأمر هو أن تضمن البلدان من جانب هذه اللقاحات. يجب أن تكون اللقاحات ميسورة التكلفة، ويجب ضمان هذه اللقاحات لكل بلد. في البداية سنبدأ من 3% من الناس، ثم لنصل بالنتيجة إلى التغطية الشاملة. فسواء كان هناك أموال أم لا، فلدينا أن نعتمد على أننا جميعا بشر ونحتاج جميعنا إلى المساعدة. ثم يجب أن نصل إلى 20% من التلقيح في كل جمهرة بأسرع وقت، لأننا حسبنا أن الجماعات التي يجب أن يتلقحوا أولا هي الجماعات تحت الخطر والعاملون الصحيون، وهم يشكلون نحو 20% من السكان.
بالتركيز على الدول الفقيرة دكتورة مارغريت، هناك من يقول إننا نفتقد حتى للمعلومة التي تصلنا أو المعلومة الصحيحة التي تصلنا من هناك. هل هناك فعلا أرقام حقيقية تصل من الدول الفقيرة حول ما تعانيه شعوبها من فيروس كوفيد 19؟ نعم، نحن واثقون أن أغلب الأرقام المتوفرة لدينا هي صحيحة. طبعا لا يتصف أي بلد بالكمال من حيث البيانات. في بعض البلدان هناك أنظمة جيدة ومتقدمة، حتى لا ترسل بعض الدول الغنية البيانات يوميا فنحصل على صفر في هذا اليوم أو ذاك، لكننا واثقون أن النزعات التي نحصل عليها هي دقيقة بما فيه الكفاية، فالأمور تتحسن مع تجميع البيانات وتحليلها. أساساً النزعات في العالم دقيقة. نعم، الآن ونحن نتحدث عن أزمة اقتصادية تعانيها حتى اقتصادات الدول القوية والغنية كما وصفتها دكتورة مارغريت، إلى أي مدى يمكن أن يكون واقعيا الاعتماد على هذه الدول في إنقاذ أو مساعدة الدول الفقيرة لتوزيع اللقاح الذي قلت قبل قليل إنه يجب أن يكون في متناولها، خصوصا من ناحية سعره؟ طبعا البلدان الغنية التزمت بهذا، رأينا التزامات كبرى. قد أكون أنا متفائلة ومثالية، لذلك أعمل في منظمة دولية، وأنا أؤمن بالبشرية والإنسانية والعلوم، لكنني رأيت النواحي الأفضل من الناس، فرأيي أن 99.9% من الناس هم أخيار، وطبعا سيكون عملا ممتازا أن نقدم اللقاحات للناس في الصحة العامة في تاريخ البشرية، وإذا بقينا نعمل سوية سننجح. هذه النبرة في الحديث عن تقديم اللقاحات لكل الناس حتى في الدول الفقيرة، كيف يمكن أن تفهم في ظل أصوات محذرة من الآثار الجانبية لهذه اللقاحات؟ هل يمكن ربما أن نتفاجأ بخبر سيء يعيدنا لنقطة الصفر بالحديث عن عدم نجاح أي لقاح من اللقاحات المكتشفة لحد الآن؟ لم أفهم سؤالك بالكامل ربما، فأعتقد أنك تحدثت عن الإمدادات، وهو سؤال هام. من الأمور الهامة التي حدثت في هذه السنة أن الكثير من المجموعات التي تبحث وتطور اللقاحات قامت بجهود جبارة، فيبدو أنهم عملوا ليس 24 يوما في ساعة في اليوم، بل 100 ساعة في اليوم، وبالنتيجة لدينا عدد من اللقاحات في الأطوار الأخيرة من الدراسات، ونحو 100 في مختلف أطوار الدراسة. بعضها قد يكون مفيدا لجماعات معينة من المجتمعات، وبعضها للآخرين لهذا الاستخدام أو ذاك. والمهم أن المصنعين استثمروا في توسيع الإنتاج، وكل هذه الأعمال تجري بالتوازي. هذا يستمر دائما وليس شيئا يجب أن نبدأ به الآن. طبعا من المهم أولا أن نلقح الناس الذين هم تحت الخطر أن يصابوا بمرض وخيم، ثم الذين معرضون لخطر الإصابة أكثر من غيرهم مثل العمال الصحيين، ثم سائر السكان.
ما قصدته دكتورة مارغريت هو هذه الأصوات المحذرة من أن اللقاح قد تم اكتشافه بسرعة كبيرة، وأن سنة واحدة هو ظرف قصير جدا لاكتشاف مثل هذه اللقاحات. يمكنك الإجابة على هذا السؤال، لكن دعيني أعطف عليه سؤال آخر، وهو آخر سؤال قبل أن أختم معك على لسان كل من يشاهدنا الآن. متى تتوقع منظمة الصحة العالمية أن تتخلص البشرية من هذه الجائحة؟ Okay, I'll answer the first one about the speed, and yes, سأجيب الموضوع الأول حول السرعة. صحيح، كان العمل سريعا جدا، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة. لا أفهم، يبدو أنه كان هناك الكثير من تبادل المعلومات العلمية في مختلف المراحل منذ بداية المطاف. وأول ما تم نشره هو جينوم الفيروس في الثاني من كانون الثاني يناير الماضي، وكذلك فإن علماء اللقاحات بينهم عباقرة حقا، وقد بدأوا بتطوير اللقاحات خلال أسابيع. هذا لم يمكن أن يحدث منذ عشرات السنين، إذ لم يكن هناك تكنولوجيا لهذا الغرض، ولكن جميع المهارات والتكنولوجيا تطورت خلال السنوات الأخيرة، وقد صادف الناس فيروسات تاجية أخرى مثل سارس وميرس. فالسرعة بفضل التكنولوجيا. ما بقي في مكانه هو تقدير السلامة، وهو الأهم، لأن السلامة هي الأمر الحاسم. أما السؤال الآخر، متى سنرى تغيرات كبرى وتحسنات كبرى في 2021؟ سنشهدها في السنة القادمة إذا عملنا سوية واستمررنا في ذلك. استمررنا بتدابير الصحة العامة، استمررنا في كشف الحالات وتتبعها كما فعلنا، ومع زيادة التلقيح وخفض أعداد المرضى فلن يبقى الفيروس أن ناس يمكن أن يصيبهم، وعندها نكون قد انتصرنا. أشكرك جزيل الشكر ضيفتنا المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس. الشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.